السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمود صالح في حلقة جديدة من نشرة المشجع. زي ما تعودتم حلقتنا فيها كل الأحداث اللي تخص الأهلي، فيلا بينا نبدأها مع بعض. محمود متولي يشارك بشكل جزئي في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من الإصابة، وطبيب الأهلي يؤكد جاهزية ياسر إبراهيم لمباراة الهلال السوداني. مرتضى منصور ينهي فترة محبسه بسبب سب الكابتن محمود الخطيب ويعود لرئاسة نادي الزمالك رغم أن ذلك مخالف للوائح. بعد عودة راعي الفتن ومثير الجدل وبذيء اللسان، وزارة الشباب والرياضة تعلن في بيان رسمي اتخاذها إجراءات فورية رادعة ضد أي تجاوزات على الصحة الرياضية الفترة القادمة سواء من جماهير أو مسؤولين. الأهلي ينفي أنباء إقحام محمد مجدي قفشة في صفقة تبادلية مع بيراميدز للحصول على خدمات أسامة جلال أو إبراهيم عادل، ويؤكد أن اهتمامه بثنائي بيراميدز لا يعني تفريطه في واحد من أهم لاعبي الفريق. جماهير الأهلي تطالب إدارة المباريات بالنادي بضرورة إيجاد حلول مع شركة تذكرتي بسبب تأخرها الشديد في قبول طلباتهم للتسجيل والحصول على الفان اي دي. الجهاز الفني يؤكد للاعبي الأهلي أن تواجد 50,000 مشجع في مباراة الهلال السوداني سلاح ذو حدين، من الممكن أن يكون في صالح الفريق ويشكل ضغط كبير على المنافس في حال نجاحهم في دخول المباراة بشكل قوي وتسجيل هدف مبكر، ومن الممكن أيضا أن يكون ضد الفريق حال ظهورهم بشكل غير جيد في بداية المباراة والسماح للمنافس في دخول أجواء المباراة من البداية. اجتماع هام بين كولر وأحمد أبو الوفا الطبيب النفسي للأهلي اليوم لوضع خطة لتجهيز لاعبي الأهلي ذهنيا لمواجهة الهلال السوداني تنفيذا لمبدأ ضربني وبكى وسبقني واشتكى. صحف السودان تطالب السفارة السودانية في مصر بمخاطبة الجهات المسؤولة في مصر لإيقاف عملية الشحن التي يقوم بها الإعلام المصري. صحف السودان تتحول إلى شوارع قاذورات وتصف الإعلام المساند للأهلي بالجرابيع وتتهمهم بالكذب والتضليل والخداع قبل مباراة الهلال السوداني، وتطالب الجماهير الهلالية التي ستحضر المباراة بالهتاف في المباراة بجملة جوه استادكم نحن أسيادكم. بعض جماهير الأهلي تنتقد خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي بسبب تقليله من موسيماني لصالح كولر. تقارير صحفية: حسين الشحات تلقى عرض خيالي من الخليج يصل ل 2 مليون دولار سنويا، وهذا العرض قد يؤجل إتمام تجديد تعاقد اللاعب مع الأهلي. محمود شبانة يقترب من الظهور الأول مع الزمالك أمام البنك الأهلي في كأس الرابطة. دونجا يسجل غياب عن الزمالك أمام البنك الأهلي بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة. رسميا حسام البدري يصبح مديرا فنيا للصفاقسي التونسي. الزمالك معلقا على أنباء غضب محمد صبحي بسبب عدم تعديل عقده. أبلغنا اللاعب أننا ليس لدينا مشكلة في ذلك، لكن بشرط أن يستمر في التألق الفترة القادمة. ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي: نحترم منتخب زامبيا ولكننا نلعب من أجل تعزيز نتيجة الذهاب والعبور نحو بطولة كأس الأمم الإفريقية باعتبارها خطوة على طريق الحلم. زامبيا منتخب عنيد وقوي وهذا ما وضح لنا في لقاء الذهاب، وأعتقد أن المهمة غدا لن تكون سهلة، لكنني دائما ألعب مبارياتي للفوز ولاعبين يعرفون ذلك جيدا. فوزنا ذهابا بهدفين مقابل لا شيء لا يعني أن مهمتنا انتهت، لكننا نتطلع إلى تعزيز الانتصار بنتيجة إيجابية ومواصلة المسيرة نحو حلم الأولمبيات. نحن سنكون في حالة عمل لا تتوقف لحين تحقيق الهدف بشكل رسمي.